السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين. أحمدك يا رب وأستعين بك وأستهديك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك. حمدا لك يا من اعترف بجودك وكرمك كل حاضر وباد، حمدا لك يا من اغترف من بحر جودك وكرمك كل رائع وغاد، حمدا لك يا من نطقت بوحدانيتك. كلنا سيعرض على ربه جل وعلا، سنحاسب على كل شيء حرفا حرفا، وسنعرض على رب العالمين فردا فردا. إذا فلم التناحر على الدنيا ولما التزاحم على الدنيا؟ انظر يا عبد الله لأنك ستقف بين يد ملك الملوك، فماذا نقول له فيما قصرنا في حق الله وفي سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أيها العاصي، أيها القاطع بالأرحام، يا آكل الأرحام ويا آكل مال اليتامى، ماذا تقول وأنت تقف بين يد عزيز جبار؟ ماذا تقول لربك يا من تغتر بمالك، ويا من تغتر بمنصبك، ويا من تغتر بقوتك؟ رب العالمين يقول لك ولا تمشي في الأرض مرحا فإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ما هذا التكبر
والتناحر على الدنيا. انظر إلى حال المسلمين اليوم من تآكل وتكالب على الدنيا، وهذا ما أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة خطبها على المنبر، وقال: أيها الناس، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتكم. انظر إلى حال المسلمين اليوم، فحال المسلمين حال عجيبة، وهي لعنة الله بائسة كريمة يستاقها الطوفان ومؤامرة رهيبة، ويخطط لها المتآملون كي يغرقوها في المصيبة. فهل نعي ذلك؟ فهل نعي حق الله؟ فهل نعي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ابتعدنا عنها كل البعد؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. فهل من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما عليه شبابنا من المخدرات والاعتصامات؟ فهذا والله لا يرضي الله ورسوله. أصبحنا اليوم نرى من المسلمين مع كل أسف، ولو نظرت نظرة باحثة نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا ألا ننصح مسلما على الناس، فما بالك لأن المسلمين يستهزئون بعضهم البعض على الملأ، ويشغلون بعضهم البعض على الملأ، عشاشات المرئية والغير المرئية. ما الذي حدث للمسلمين؟ أرفع القرآن من الصدور والصدور، أنقذت قلوبنا، أصبحنا في تزاحم على الدنيا. انظر لمن يسمع الناس ويتحكم في سلعة المسلمين، فوالله هذا لا يرضي الله ورسوله. يا من تسمع المال بالحرام وبالحلال، اعلم أنك ستجلس على فراش الموت، ستجلس في اللحظة التي لا ينفعك فيها إلا رب العالمين بما قدمت لرب العالمين من عمل. فماذا تقول له يا من تخفي سلعة المسلمين؟ والله يا أخي انظر لنفسك عند لحظات الموت، تتمنى أن يسامحك أن يفضل أخطأت في حقك. فيا من تصرف سلعة المسلمين لكي تجمع الناس، كيف تجمع أمة المسلمين أكملها كي يسامحوا؟ هل فكرت في هذه اللحظة؟ ننظر الآن إلى من يبيع التراب ومن يبيع التطبيق، وهذه سلعة المسلمين. ماذا تقول أمام رب العالمين جل وعلا؟ هل تأتي من أمة مصرية بأكملها كي تسامحوا؟ توقع يا أخي أنك ستقف بين يدي الله، ستقبل على الأعمال وتقول ولدي لا تلعب السبيل بالدنيا كما لعب الدين، جمعت المال من حرام ومن حلال، فالمال لكم والحساب عليه. يا جامعا ناجعا وقته يقبله، مفكرا في أي دار منه يقبله، جمعت مالا كثيرا، فهل جمعت يا فرط منك يا جامع الناس أيام تفرقه؟ حظ منك يا جامع المال أياما تفرق هذا المال، يا من لا تفرق بين الحرام والحلال. انظر إلى اللحظة التي تقصد فيها أمام العزيز الجبار عندما تجلس على فراش الموت وتنظر إلى الناس من حولك، فتجدهم أحيانا يبعدون وأحيانا يضطربون
هل ينفعك مالك عندما تنام على فراش النوم والأهل والزوجة من حولك يبكون وتتمنى أن يزيدوا في عمرك ساعة أو ساعتين؟ هل فكرت في هذه اللحظة؟ هل فكرت في لحظة الموت وسكرات الموت التي جعلت خير خلق الله سيدنا محمد يضع يده في الماء البارد ويمسح جبينه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات؟ إذا كان للموت سكرات مع نبينا صلى الله عليه وسلم فما بالك أنت يا مسكين يا مناحق المال العام؟ والله هذا مال المسلمين وستحاسب عليه. فهل ظننت أنك تجمع أمة الإسلام بأكملها أو الأمة المصرية بأكملها أي مسلم؟ هل فكرت في هذه اللحظة؟ هل فكرت يا من تحضر بذلك وتدعو إلى هذه الاعتصامات والبلد في حالة وفي ماذا؟ هل فكرت؟ هل علمت من أجل هذا الاعتصام؟ وللأسف إذا كلمت شباب الأمة في الاعتصامات يقول لك أبو واصل ماذا يأكل ماذا؟ انظر لنفسك كم ساعة تشتغلها؟ هل أتيت حق هذا العمل الذي تريد فيه زيادة؟ نقيس على أنفسنا قبل أن نقيس على الناس. هل عملت لأجل هذا؟ لا والله نظرت إلى أحوالنا. هل ذهبت إلى أحد المصالح الحكومية واستخرجت باب عوراتك في يوم؟ أتحدى لو حدث هذا وندعو إلى زيادة الأمور. من أين وأنت لا تعمل؟ من أين وأنت تعتصم؟ من أين وأنت تحرق المال العام؟ من أين وأنت تصرف سلعة المسلمين؟ كيف تنفع النقمة وكيف تتنسى الرحمة وكيف ونحن نسينا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ كيف لشعب تنحى عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له السيادة والريادة؟ والله أصحاب رسول الله بهذا الدين وتمسكه الناس جعله من الرعاة مدد إلى سادة من الأمم بتمسك بدين الله وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا من تجمع المال ويا من تسعى إلى السلطة ويا من تسعى أن تكون زعيما ويا من تسعى أن تكون رئيس جماعة أو حزب أو مدير، هل فكرت أنك تصلح لهذا المكان؟ هل فكرت في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هل تطبقها أم لا؟ فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هل فكرت في هذه اللحظة؟ هل فكرت وأنت تأخذ المال الحرام أنك تجلس على فراش الموت والدولة والأطفال يكون؟ ويمكن أن يكون من الباطين والحاضرين من يقول اللهم أخذه حتى نأخذ الميراث. والله أصبح لشباب أمة المسلمين اليوم من يطالب أباه بالميراث وهو على قيد الحياة. فماذا تفعل بهذا الناس؟ النفس تدفع أن تكون فقيرة والفقر لا يمكن غنى يصيبها وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع الناس الأرض لا يكفيها. هي القناعة فالزمها تكن ملكا وإن لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأكملها هل راح منها بغير القطن والكفن؟ هل راح منها بغير القطن والكفن؟ أيا عبد كم يراك الله ناصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا؟ أنسيت لقاء الله والتحت والثراء؟
أنا جيت لقاء الله والبحث والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو أن المرء لم يلبس لباسه والسقاء تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. تذكر يا أخي، تذكر هذه اللحظة. والله لولا فضل الله علينا لهلكنا جميعا. يا من تضطر بمالك وتصنع بذلك المعاصي، والله لأخاف أن يقع فينا قول رب العالمين جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هل حال المسلمين اليوم يرضي إنسان؟ أين الأخلاق؟ وأين تعاليم ديننا؟ وأين سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وأين كلام رب العالمين جل وعلا الذي يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. أصبحنا والله ما يتبع سبابنا إلا من رحم العزيز الغفار، إلا عذاب في المسلمات. لو نظرت إلى عرس اليوم انظر ماذا يحدث فيه من شبابنا. مسكرات وإصدار واحدة نارية، هذا ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذا تبذير، وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. بل أنك تبذر وتدرك بالحرام. لو قلت له مسكين جاء فقير جاء لأطال ظهره، ولكن فيما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهم متبعون. وبعد ذلك يؤذن المؤذن صلاة الفجر وهو لا يفقه شيئا، وإذا قلت له اتق الله فأطاع مرته. لماذا يا أخي؟ فأنا أقول لك قال الله وقال الرسول، أقول لك الذي ينفعك في دنياك وآخرتك. وإذا قابلته يدعي أنه مسلم وأنه يخاف من الله، والله ما طبيعة المسلم. المسلم الذي يخاف من الله جل وعلا، الذي يعرض نفسه على بستان الخائفين، بستان الخائفين. وأبدأ بحبيبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الكرسي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنعم وقد انتظر صاحب الفرد الفرد يقضي إسرافيل وأصغى سبعة ينتظر النفخ للصور. فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حظا منك أمنت مكر الله يا عبد الله؟ هل أمنا مكر الله؟ فكم من ضعيف، فكم من قوي أصبح ضعيفا، وكم من غني أصبح فقيرا. هذا يا الله ندعي أننا نخاف من الله، فماذا أحدث على رب العالمين جل وعلا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. وذلك في الحديث
الصحيح عندما توفي عثمان بن مظعون رضي الله عنه. عثمان بن مظعون هو من أصحاب غزوة بدر، وفي رواية في سندها ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله بين عينيه وبكى. عندما توفي عثمان بن مظعون رضي الله عنه قالت امرأة من الأنصار تسمى أم العلاء: رحمك الله أبا السائب، شهادتي لك أن الله هو أكبر. انظر عندما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: كما يدريك أن الله أكرمك. فقالت المرأة: يا رسول الله ما يكرمه الله يوم لم يكرم عثمان بن مظعون. قال: أما هو فقد أتاه يقين من ربه، وإني لأرجو له الخير، ألا ويروي رسول الله ولا أدري ما يفعل. فقالت المرأة: والله لا أزكي أحدا بعده أبدا. هذا هو رسول الله. فأنت عند نفسك رب العالمين ينادي في الحديث القدسي ويقول: لا أسمع على عبدي قولك، فمن أعرفه في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنت في الدنيا أمنته يوم القيامة. ماذا تفعل يا مسكين؟ يا من تدعي أنك تفهم وأنك تعلم وأنك صاحب كذا وكذا. نبينا موسى عندما سأله رجل قال: يا موسى هل يوجد على وجه الأرض أعلم منك؟ قال: لا يوجد. نبي الله الذي قال له رب العالمين: واصطنعتك لنفسي. وقال له: لا يا موسى، يوجد من هو أعلم منك. يا من تدعي العلم ويا من تدعي الفهم، إذا كان يا أخ الوهم تعص الدم والدم وتبقى القضاء الجم، أما بان لك العين، أما أنظرك الشيء. قبل أن تدعي نفسك أنك تصلح إلى كذا وكذا، فتدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. علمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعوا هذا، لأنهم تربوا على مدرسة الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو عمر بن الخطاب. وعندما أتحدث عن الإمام العالم الورع الزهد الزاهد الذي وضب في الدنيا على عتبة بابه فطلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه، أستأذنكم أن تعيرون القلوب والأسماع وننتظر نقلة سريعة خفيفة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننظر إلى هذا العاهد الذي علم الدنيا الرحمة في قوة، وعلم الدنيا العدل في رحمة. نراه وهو يجري على الرمال الملتهبة في حرب ظاهرة، وينظر عثمان بن عفان رضي الله عنه من شرفة باله: سبحان الله، من هذا الذي يجري في هذا الجو المحرق. فلما قر منه وجده عمر بن الخطاب فقال: سبحان الله أمير المؤمنين، ما الذي أخرجك في هذا الجو المحرق؟ فقال له: يا عثمان، إن نبت يا عثمان من إبل الصدقة، جبل من إبل الصدقة، وهو في طريقه إلى الضيافة. فقال له: يا أمير المؤمنين، ارجع إلى الظل وإلى الماء البارد، وأنزل أحد عمال بيت المسلمين ليأتوك بالبعير الشارف. فنظر إليه عمر بن الخطاب ويجري على الرمال المحرقة ويقول: دعك في ظلك ومائك البارد يا عثمان، فأنت ستحاسب أمام رب العالمين جل وعلا أم أنا.
ستحاسب أنت أمام رب العالمين أبدا. هل خفنا من الله وعلمنا أنك ستحاسب؟ هذا هو أمير المؤمنين الذي من شدة قلبه وتقواه علم الدنيا التي أصبحت اليوم تقول إننا فرق صغيرة بالنت وغيرها والخيرات. انظر إليه بتقواه، تعدى هذه الخطوط الحمراء التي يتكلمون فيها وهو يقول على سنة رسول الله سبيلا ويرى الكلمة في سيرة الله وينادي على الشمس ويقول يا سريع الجبل جبل ولم يعود المصرفون فرضى رحمنا سريع خلفه فرأى فيه المشركين فانصرنا عليه ما كانت تكنولوجيا ولكن كانت تنظر الله جل وعلا. فانظر اليه وهو خالق على صراط الموت. يا من تأمن مكر الله، انظر اليه وهو على صراط الموت عندما دخل عليه ابن عباس وقال له ابشر يا امير المؤمنين فقد عرفت رسول الله فاحسنت صحبته وتوفي رسول الله وهو عن قرار وصحبت ابا بكر فاحسنت صحبته وتوفي وهو عن قرار وصحبت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولئن مت اليوم فهم عنك راضون. انظر ماذا قال الامام العالم، قال له لا تمنوا من الله عليه ثم بكى وقال والله إن المغرور من غرقتموه. وبكى عمر بن الخطاب وقال والله لو أن لي قلاع الأرض ذهبا لابتديت بها اليوم من عذاب الله. لو أن لي قلاع الأرض ذهبا لابتديت بها من عذاب الله قبل أن أراه. وانظر إلى عمر بن عبد العزيز الإمام العادل وهو على فراش الموت دخلت عليه باطلة من صعب الملك وجدت يبكي فقالت له يا أمير المؤمنين لمن البكاء يا أمير المؤمنين؟ قال يا فاطمة لقد وليت في أمر هذه الأمة ما وليت. فتذكرت الفقير الجائع والأرملة وابن السبيل وتذكرت أن حسني معهما يوم القيامة هو رسول الله فخشيت أن لا تثبت حجتي أمام رب العالمين جل وعلا. هل فكرنا في هذه اللحظة؟ هل فكرنا في هؤلاء الأخيار الذين خافوا رب العالمين جل وعلا وهم على فراش الموت؟ أحبتي في الله، أستاذن رسول الله أن أطلب تكذيبه وأتوقف بحضارته إلى هنا وما أدراك ما هنا. هنا رضاكم الحبيب محمد مكتوب على بابها البر لا يبلى والذنب لا ينسى والسيان لا يموت. افعل ما شئت كما تدين الزاد والدين من الذنب حبيب الرحمن. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وتركنا على محاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أحبتي كذا نعود إلى بستان الخائفين. فهل فكرنا في هذه اللحظة التي سنقف فيها أمام رب العالمين جل وعلا؟ هل فكرت وأنت على فراش الموت ماذا تفعل؟ هل فكرت وأنت ترى الملائكة ينزلون وأنت تقول يا ويلي هذه الملائكة العذاب أم ملائكة الرحمة؟
أصبحت يا إله؟ كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال يا حسان أسألك بالله أترى أن رزقي ينجو من الله؟ إنه ينجو الله. وعمر بن الخطاب يقول لو أنا سليم من عرضنا لافتديت بها اليوم من عذاب الله. والإمام السدسي والورع يقول أتظن أن مسلم ينجو من عذاب الله؟ يا من يسعى الخوف من الله انظر إلى الإمام الشافعي وهو على فراش الموت ودخل عليه من الزمن وقال كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا وإلى عملي مناصرا وإلى كأس المدينة شاربا وعلى ربي والدا. ثم بكى وقال ولا أتصل روحي إلى الجنة فهو فيها أم إلى النار فهو فيها؟ ثالث أتصل روحي إلى الجنة فهو فيها أم إلى النار فهو فيها؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحدا خلق الأحزاب حيوانا والنار تلهب من قلبك ومن حرق على العصاة ورب العرش ربانا. ادرك بابك يا عبدي على وهله فهل ترى منه شيئا غير ما كان؟ فإذا مرته ولم تلك صلاته وأطلت من عرف الأشياء عصانا نال الجليل خذوه يا ملائكتي وانظر بعبد عصى للنار عطشانا وانظر بعبد عصى للنار عطشانا. لا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله اتقوا الله فقد كفى ما كان. اتقوا الله فقد ضرى ثمن الأشياء. اتقوا الله فقد لا تحصيون ما يرضى به إنسان. اتقوا الله وصلوا وسلموا على رسوله تسليما كما قال ولم يزل قائلا عليما وآمرا رحيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر بفضلك للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء امانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من ارادنا واراد ببلادنا وديننا شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا واجعل السائر تفضل عليه. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا عاصيا الا هديته ولا دينا الا جددته ولا طالبا الا رددته ولا طالبا الا نجحته. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا ومن له حق علينا. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم واذكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة
قيموا واعتلوا واسلوا رحمكم الله. استووا صفوفكم فإن التصوير تصفوا من أمام الصلاة واستحضروا عظم الله في قلوبكم وقولوا صلاة مودع وأكثروا من الدعاء في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تقبل الله مني ومنكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله